هل لو انت تعرف شخص ايطالي يقدر يعمل لك دعوه انك تسافر ايطاليا؟ وهل في فرق اذا كان الشخص ده راجل او ست؟ بيبقى هي الامور القانونيه اللي ايطاليا طالباها عشان الشخص ده يقدر يعمل لك الدعوه. ايه هي بقى الامور الغير قانونيه اللي محدش يعرفها لما يجي الشخص ده يقدم لك على الدعوه؟ يا صباح الفل يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ وحشني كتير جدا جدا جدا. النهارده ان شاء الله معانا موضوع مهم، والموضوع ده هيهمك لو انت بتفكر في السفر. ايه هو بقى الموضوع بتاعنا؟ قبل ما اقول لك الموضوع بتاعنا، يا ريت لو انت لسه ما اشتركتش في القناه تنزل تشترك، تدينا اللايك الحلو بتاعك، تفعل زر الجرس عشان يوصلك كل فيديو مهم جديد احنا بننزله. وعشان ما اطولش عليكم، يلا نخش في الموضوع بتاعنا على طول. والموضوع بتاعنا النهارده موضوع مهم جدا، ولازم تركزوا في كل كلمه انا بقولها. ليه بقول لكم لازم تركزوا في كل كلمه بقولها؟ لان الموضوع ده في ناس كتير ما بتكونش عارفه الفرق اللي فيه. يا ترى ايه هو الموضوع المهم ده؟ الموضوع المهم ده هقول لكم عليه دلوقتي. الموضوع بتاعنا النهارده جالي على هيئه سؤال، واللي سال السؤال المهم ده محمد صلاح. اكيد طبعا مش مو صلاح بتاعنا، ولكنه شخص نشط معانا هنا في القناه. بيقول ايه بقى محمد صلاح؟ سؤال ليك يا غالي، انا لو مصاحب شخص اصله ايطاليا، يعني هو اصله ايطالي وهو مستعد يجيبني ايطاليا، عنده هل يقدر ياخدني ايطاليا ولا لا؟ دي نقطة. النقطة التانية بيقول ايه؟ خلوا بالكم من النقطة التانية دي، هو راجل مش مرأة، يعني هو راجل مش ست. طيب احنا هنجيبها من الاخر للاول، هو راجل مش ست. بص يا سيدي، عشان حد يقدر يسفرك ايطاليا فما بتفرقش هو راجل ولا ست. يعني مثلا ايطاليا مثلا لما تعرف ان هي ست فهتصعب عليهم وتقول لهم ده شخص انا اعرفه مثلا من مصر وجايباه هنا ايطاليا عشان يشتغل، فهو ايطاليا ما بيفرقش معاه الكلام ده، وما بيفرقش معاه اصلا هو راجل ولا ست. فبالنسبه ان هو راجل او ست، فبالنسبه لايطاليا ما بيفرقش خالص. يعني من الاخر الراجل زي الست، مفيش اي فرق خالص هنا جوه ايطاليا. النقطه بقى الاولى اللي احنا كنا اتكلمنا عليها، وهي ان هو يعرف شخص ايطالي هل يقدر ياخده ايطاليا ولا لا. طيب عشان بقى نبقى متفقين على النقطه دي، واللي انا هقوله ده ينطبق على كل الناس، انت تعرف شخص ايطالي، تعرف شخص مصري مثلا ومعاه الجنسيه الايطاليه، او تعرف شخص عايش في ايطاليا عادي ومعاه الاقامه الايطاليه، فالحاله اللي هنقولها دي هتنطبق على كل الناس اللي عايشه جوه الاراضي الايطاليه. بالنسبه للدوله الايطاليه ما بيفرقش معاهم خالص الشخص اللي هيجيبك ده هل هو ايطالي او مثلا مصري ومعاه الجنسيه الايطاليه، او معاه الاقامه العاديه، يعني مش معاه جنسيات خالص، ولا هو ايطالي ولا حتى مصري معاه الجنسيه، وشخص معاه اقامه عاديه جدا زي اي حد. فلازم نفرق في النقطه دي. اولا كده يا سيدي، ايطاليا بتشترط عليك مجموعه من الشروط، وانا كنت قلتها في الفيديو بتاع الضم العائلي. اولا لازم يكون الشخص اللي هيجيبك ايطالي، غير ايطالي، شخص معاه الجنسيه، شخص معاه اقامه، اي حاجه من الحاجات اللي احنا بنقول عليها دي. اولا لازم يكون الشخص ده عنده سكن متوفر، لان هو في نظر الحكومه الايطاليه هو اللي هيجيبك، فبالتالي لازم يبقى عنده سكن متوفر، والسكن ده يسيع لعدد الاشخاص اللي هيقدر يجيبهم. يعني مثلا هيجيب واحد، لازم السكن ده يسمح ان هو يجيب شخص معاه. الشخص ده لو بالفعل اصلا معاه اسرته مثلا عايشين معاه في بيته، فهو اصلا مش هيقدر ان هو يجيب حد كمان. الحكومه الايطاليه لما حد بيبعت دعوه او زياره لحد، فالحكومه اصلا بتروح تبص جوه بيته، يعني بتروح تشوف بيته، تعاين البيت بتاعه، تشوف هل الشخص ده بيته يسمح ان هو ياخد ناس كمان ولا لا. النقطة الثانية لازم يكون شغال، يعني لازم يكون بيشتغل، ولازم يكون بيدفع الضرائب اللي عليه، والمكسب بتاعه يغطيه، يعني يغطي مصاريفه ويغطي الناس اللي عايشة معاه ويغطي ان هو هيصرف عليك كمان. ليه؟ لان في نظر الحكومة الايطالية الشخص ده هو اللي جايبك، يبقى هو اللي هيصرف عليك. فيما معناه يعني الشخص ده من الاخر كده لازم يكون بيشتغل وبيدفع كل الضرائب اللي عليه، ولازم يكون مكسبه كبير كمان عشان يقدر يبعت لك الدعوة. والشخص ده عشان يقدر ان هو يقدم لك على الدعوة او الزيارة دي، هو اصلا محتاج الورق بتاعه كله، ورق البيت بتاعه، ورق الشغل، المكسب السنوي يعني حسابه البنكي، كل الحاجات دي. فلو ايطاليا لقيت حاجة من دول فيها مشكلة
هيمنعوا اصلا ان هو يجيبوه. ده اصلا ايطاليا بالفعل الناس اللي بتبقى عامله ضم عائلي لاسرتها، يعني مثلا واحد عايش في ايطاليا وعايز يجيب زوجته تعيش معاه وكل اموره تمام، ايطاليا بتركز معاه جدا عشان لو عنده ربع مشكله قد كده، لو عنده مشكله صغيره قد السمسمه ما يجيبوش اسرته هنا ايطاليا. فايطاليا اصلا من الاخر هنا بتتلكك. فاللي هو يا حبيب قلبي اصلا ايطاليا دلوقتي بقت من البلاد الصعبه جدا ان انت تخشها، يعني ايطاليا صعبه جدا ان انت تخشها. معمول لك دعوه، لو شخص ايطالي حتى عامل لك دعوه برضه من الصعب ان ايطاليا توافق عليه. غير طبعا ان احنا كنا بنسمع عنه في التلفزيون زمان، اللي هو شخص مثلا عايش في المانيا وبعت زياره لشخص مثلا عايش في مصر وسفروا المانيا، او شخص ايطاليا بعت زياره لواحد عايش في مصر وسفروا ايطاليا، والكلام ده كله. ما بلاش نخلط الافلام اللي احنا كنا بنشوفها بالحقيقه او الواقع. ايطاليا دلوقتي يعني ايطاليا اصلا كانت شاده من قبل كده، ما بالك حاليا اصلا مع الحكومه الجديده ايطاليا بقت شاده جدا، وايطاليا فعلا بقت شاده على الاخر، وبقت الناس بتترحل وبقوا يعني بيتلككوا لاي حد عايش هنا في ايطاليا، فبقى بياخدوه ويرجعوه تاني بلده. ده بقى كل الكلام القانوني اللي احنا قلنا عليه طبعا اللي ايطاليا بتطلبه. ايه بقى اللي بيحصل في الواقع؟ اللي بيحصل في الواقع يا حبيب قلبي ان ايطاليا اصلا بقت قافله ان حد يبعت لحد زياره. ده هو اصلا بالفعل زي ما قلنا ان ايطاليا قافله ان واحد مثلا يعمل ضم عائلي. هما في ناس بتخش ايطاليا طبعا عن طريق الضم العائلي وكل حاجه، يعني مثلا واحد مثلا يبعت لزوجته يعمل لها دعوه فتيجي تعيش معاه في ايطاليا، بس ده يعني يكون وصل مرحله الوحش، اللي هو يعني ما عندوش غلطه في الورق بتاعه وكل اموره تمام. ففي الحاله دي بيقدروا يوافقوا ان هم يجيبوا له زوجته واولاده هنا ايطاليا. دي نقطه. لكن اصلا في ناس كتير جدا مش عارفه اصلا تجيب زوجاتهم من بلادها، يعني مثلا لو واحد عايش هنا في ايطاليا فهو اصلا مش عارف يجيب زوجته. ليه؟ ايطاليا دايما بتتلكك لاي حد الفتره اللي احنا فيها دي على اي غلطه، اللي هو يعني عندك مشكله في الورقه ديت احنا هنمنع ان احنا زوجتك تيجي هنا غير لما تظبط امورك تاني. يعني ده اصلا بالنسبه للشخص اللي عايز يجيب اسرته هنا، اللي هو زوجته واولاده، اللي هو اصلا من حقهم ان هم يعيشوا معاه. ما بالك بقى بشخص ولا هو قريبك ولا اخوك ولا مثلا زوجتك ولا اي حاجه من الحاجات دي كلها، وشخص غريب خالص هو ايطالي وانت مصري، فهو عايز يجيبك. فخلي بالك الموضوع صعب جدا وهتترفض. انا مش بقول لك كده عشان اعقدك، انا بقول لك الواقع. ايطاليا بتطلب شروط احنا قلنا عليها الشروط القانونيه، لكن في الواقع اللي بيحصل على الارض الايطاليه ان ايطاليا متشدده جدا بالنسبه للاجانب، اللي هم احنا كلنا بالنسبه لهم اجانب، اللي هو اي شخص غير ايطالي ده بالنسبه لهم اجنبي. ما بالك بقى ان شخص ايطالي عايز يروح يجيب لهم مثلا واحد من بلد تانية. اصلا ايطاليا في الغالب هترفض. هو ممكن يحاول ان الشخص ده يبعت لك زياره، بس انا بقول لك عشان ما تتصدمش لو جالك الرفض وتاخروا عليك في الرد، اللي هم يعني من الاخر كده بيناموا في الخط وما بيردوش اصلا. بص بقى يا حبيب قلبي، لو انت عايز الشخص ده ان هو يمشي في الاجراءات ويبعت لك الدعوه وكده فخليه يمشي في الاجراءات. انا مش عايزك تتصدم، وانا مش بقفلها في وشك عشان خاطر تقول ده بيقفلها في وشي عشان ما اسافرش. لا يا حبيب قلبي، انت عايز تسافر تسافر، مش عايز تسافر دي حاجه ترجع لك انت. محدش هيبقى مسؤول عليك في الغربه، انت مسؤول عن نفسك. فانا بقول لك ليه كده؟ انا بقول لك كده عشان ما تتصدمش لما ما يردوش خالص، او حتى يردوا بس بالرفض، لان ايطاليا اصلا زي ما قلت لك قافلاها خالص بالنسبه للاجانب، وبقت يعني من الاخر كده الحكومه الجديده دي اصلا عايزه تمشي كل الاجانب الموجودين في البلد. انا بقول لك الموضوع صعب جدا، لان الشخص اللي بعت لك الدعوه ده لا هو قريب من الدرجه الاولى ولا حتى من الدرجه الثانيه. ايطاليا في الغالب هترفض الطلب ده او اصلا مش هترد. يا رب حبايب قلبي تكونوا استفدتوا من الفيديو كويس جدا وتكونوا فهمتوا الامور. لو انت بقى لسه ما اشتركتش في القناه تنزل تشترك، اللايك الحلو بتاعك، تفعل زر الجرس عشان يوصلك كل فيديو مهم جديد احنا بننزل. اشوفكم على خير في الفيديو الجاي. سلام.